عليكم. انا مش بتاع كوره، بس انا لقيت كل الفرق نازله بتقولها وبتجيب صفقات، مع ان في فرق اصلا لسه طالعه من الدرجه التانية بس معاها فلوس قد كده بتجيب صفقات مجنونه. فقلت بقى ان انا اعمل فيديو بتكلم فيه عن كل الصفقات، بس اكيد اللي هركز عليه اكتر هو الزمالك والاهلي وبيراميدز، عشان دول اكتر 3 نوادي في مصر او تقريبا في افريقيا اصلا جايبين صفقات كتيره وفلوس كتيره. تقريبا اقل فرقه جايبه هي بيراميدز. بيراميدز اللي كانت بتجيب في الموسم الواحد ب50 لاعب بالملايين هي اقل حد فيهم دلوقتي، جايبه تقريبا كام صفقه بسيطه جدا. هو غاليين بس صفقات قليله بالنسبه لبيراميدز السنين اللي فاتت لما كان بتجيب صفقات يعني بال20 لعيب مثلا. قبل ما ابدا اعمل لايك واشتراك وخش بالانترو. لاعب الاهلي اشتراه وهو محمد سيحه، مش عارف ليه اشترى محمد سيحه. هو لاعب كويس جدا، وان هو بيعوض حمزه علاء عشان احترف، وبرضه علشان برضه هم كانوا في المستقبل، يعني عشان عرفنا اخر خبر ان خلاص مصطفى مخلوف راح فاركو، فعلشان كده راحوا اشتروا محمد سيحه. بس محمد سيحه هو حارس حلو جدا، لكن هو اكيد مش هيلعب على مستوى شوبير واكيد مش هيلعب على الشناوي. عشان كده هو حارس حلو، كان المفروض يروح فرقه اقل شويه من الاهلي عشان يضمن مكان، بس هو للاسف مش هيضمن غير المركز الثالث في مركز حراسه في النادي الاهلي. احنا خلصنا الحراسه، نخش على الدفاع. الاهلي اشترى ياسين مرعي، واشترى كمان احمد رمضان بيكهام، ده في الدفاع لسه ما دخلناش على الاظهره. وطبعا احمد رمضان بيكهام وياسين مرعي هو من افضل المدافعين في مصر، بس كل المدافعين اللي بيجوا بيكون الاهلي بيجيبهم عشان حاجه واحده بس، يعوضوا محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لسه لحد دلوقتي ما تعوضش بشكل كافي، ولا اشرف داري ولا ياسين مرعي ولا احمد رمضان بيكهام. محمد عبد المنعم لسه الكواليتي بتاعته لسه ما جاتش في النادي الاهلي لحد دلوقتي، عمال يجوا صفقات مدافعين كتير لكن لحد دلوقتي لسه ما جاش كواليتي محمد عبد المنعم. غيره في الاظهره محمد شكري. محمد شكري هو كان اصلا يعني من ناشئين الاهلي، بس هو لما جه كان اي مدرب مش عارف ليه لازم يدرب او يمرن محمد هاني ان هو الاساسي، لازم مهما يجي اي حد لازم محمد هاني هو اللي يكون اساسي. ودلوقتي روبيرو هو بيخصص ان هو مش هينزل بمحمد هاني هو الاساسي، هو بيقول يا اما محمد شكري يا اما كريم فؤاد. وبصراحه انا شايف ان كواليتي كريم فؤاد احسن بكتير، وكريم فؤاد برضو جوكر بيلعب في كذا مركز، فهيفيد روبيرو في كذا خطه. فبصراحه انا شايف ان شكري ما كانش ليه لازمه قوي طالما كريم فؤاد بالكفاءه اللي احنا شفناها في الماتشات الوديه اللي لعبها الاهلي. نطلع بقى على خط النص في النادي الاهلي، وهو عمل صفقتين من احسن الصفقات في الدوري السنه دي، وهما الدبابه اليو ديانج رجعوه من السعوديه، ومحمد بيه علي باشا بن رمضان اللي جابوه من نادي في المجر. بصراحه يا جدعان الواد ده كواليتي حلوه جدا جدا جدا، ويفرق مع الاهلي جدا في كل البطولات اللي هيلعبها. احنا اصلا شفنا الكواليتي بتاعه في ال3 ماتشات بتوع كاس العالم للانديه اللي الاهلي لعب فيه، والماتشات الوديه برضو اللي هو كان نص الوقت او ال45 دقيقه اللي بيلعبهم عشان بيتبدل. بصراحه كواليتي عاليه جدا 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 في الدوري المصري، ده وسط عالمي. هيكون هو مع اليو ديانج وامام عاشور، او مثلا نغيرهم اي حد فيهم ننزل مروان عطيه. بصراحه خط وسط حلو جدا جدا. نيجي بقى لخط الهجوم، وهو الاهلي فك كيس هنا جامد قوي بقى، لان هو جاب تريزيجيه رجعه على الوينج الشمال، وجاب احمد السيد زيزو من الزمالك بصفقه جامده جدا جدا، دي صفقه القرن فعلا، في الوينج اليمين. وفي النص علشان وسام ابو علي مشي، فما كانش نعتمد على جراديشار ان هو ما ينفعش مهاجم وحيد، وجبنا الحريف محمد شريف رجعناه تاني من السعوديه. بصراحه برضه كواليتي عاليه قوي في ماتشات الوديه اللي لعبها، لعيب عالمي عالمي عالمي، وممكن على فكره ينافس بقوه جدا على سباق الهدافين في الدوري المصري السنه الجايه. والاهلي استغنى عن لعيبه كتير زي وسام ابو علي وحمزه علاء ورامي ربيعه وسام مخلوف واكرم توفيق وعمرو السوليه وعلي معلول. طبعا ده اكثر صفقه محزنه في تاريخ الاهلي. فتحي الله وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح وكمان كريم ندفد. بصراحه خامه حلوه جدا اللي هي تروح سيراميكا، ربنا يكرمها وما تجيش تاني الاهلي باذن الله. اللي انا زعلان اللي هي مشيت، كانت صفقه حلوه برده. هو في صفقتين اللي هو حمد علاء واللي هو عمر الساعي اللي راح اعاره. هو خط وسط حلو جدا جدا جدا. بصراحه هو ما تاقلمش مع النادي الاهلي عشان النادي الاهلي معاه اساطير كتيره، لكن بصراحه كواليتي حلو جدا ان هو يكون من على النادي الاهلي. بس ان شاء الله السنه الجايه هو يرجعنا السنه الجايه.
السنه الجايه ان شاء الله يكون يرجع كده ويأقلم نفسه مع الاهلي، وان شاء الله يكون اساسي في الفتره الجايه يعني. نخش على بيراميدز واللي جاب مهاجم سوبر هو ايفرتون دي سيلفا اللي جاي من البرازيل. المهاجم ده انا شفت له لقطات وفيديوهات كتيره، بصراحه يا بخت بيراميدز بيه. احنا كنا هنجيبه عامه، كنا هنجيبه الاهلي، بس يعني ما مشيتش الكلام زي ما هو. بس هو بسم الله ما شاء الله دفعوا له 2 مليون دولار، فخدوه واتكلوا على الله، وخدوا معاه تقريبا رئيس النادي معاه يعني، اشتروه كمان. بصراحة مهاجم حلو ودفع فيه فلوس كتيرة، فشكله يعمل حاجة كويسة جدا في الدوري السنة دي يعني. هيكون في سباق الهدافين، في مشكلة كبيرة مع المهاجم ده. واشتروا كمان مصطفى زيكو من زد، واشتروا الحارس محمود جاد من النادي المصري. وبرضه باعوا اللاعب ابراهيم عادل، ده لاعب انا زعلت جدا اللي هو راح الامارات، كان المفروض يحترف، كان جاله عرض ختافي الاسباني ومردوش، بس اول ما جاله الاماراتي راحوا له. فبصراحه ده حاجه منتهى العبث، بصراحه كان يستحق ان هو يحترف احتراف احسن من كده، مش في الامارات خالص، يحترف في دوري اوروبيه، بس ربنا يكرمه وان شاء الله يحترف قريب يعني مع باقي النجوم بتاعنا. يجي بقى الزمالك عمل ميركاتو بصراحه للتاريخ، معاهم مدير تعاقدات هايل جون ادوارد. بصراحه عمل ميركاتو حلوه جدا جدا، اشترى فيه اكتر من 11 لاعب تقريبا، ومهاجمين كويسين، دفاع، وسط، حراسه، اشترى تقريبا فرقه كامله. اول حاجه في الحراسه وهو مهدي سليمان هو حارس حلو جدا، وهو حارس يعني جيد يعني، مش عالمي ومش وحش، بس هو كبير. وانت عندك محمد عواد، وعندك احمد الشناوي ده الناشئ، وعندك كمان محمد صبحي، فانت ليه جايب رابع؟ واصلا يعني انا بقول ان احمد الشناوي الناشئ بتاع الزمالك احسن من مهدي سليمان بصراحه. دفع فيه كتير ويعني ما يستحقش كل الرقم اللي دفع فيه، وهو اصلا كبير جدا اللي هو يجي اكيد مش هيجي يلعب على عواد وعلى محمد صبحي يعني. وخد عندك بقى اشتروا مين تاني؟ اشتروا احمد ربيع، محمد اسماعيل، اشتروا عمرو ناصر واحمد شريف. هي كل اللعيبه دي لعيبه حلوه، بس حاسس ان هم مش هيضيفوا حاجه، بس يعني في لعيبه حلوه كويسين، لكن يعني انا ما اضمنش وما اتوقعش لحد ان هو ممكن ينفجر. مع ان يعني انا هشوف في الدوري، مش عارف انا هقول كلام، هل هتوقع صح ولا مش هتوقع صح، فمش هتوقع خالص بلاها يعني. فهي تمام، هو اللعيبه دي ممكن تعمل يعني مستوى متوسط، مش هتجيب التوب بتاعها في الزمالك يعني. كده انا قلت الصفقات اللي مش عجباني، نخش في الصفقات اللي عجباني جدا جدا جدا، وبصراحه كانت صفقات عالميه. اشتروا شيكو بانزا، ده لاعب حلو جدا جدا جدا، ومهاري وتمام وافريقي، ده عسل كده. وكمان اشتروا 2 من فلسطين، ودي حاجه حلوه برضو عشان هي فلسطين، وعلشان لاعبين حلوه جدا. وهو ادم كايد بصراحه عالمي، وعليه تمريرات رهيبه، وعليه جوان رهيبه برضو، فده هيفرق جدا مع الزمالك. واشتروا المهاجم الكبير قوي، بصراحه مهاجم سفاح، وهو عدي الدباغ ده مهاجم كويس جدا 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 جدا، وبصراحه هيفرق مع الزمالك في الموسم الجاي بطريقه جباره. سارة برضو جناح، هو صغير وحلو وجميل، وشكله هينسجم معاهم كويس. هو عبد الحميد معالي من المغرب، حلو جدا، يعني هيستفيد منه الزمالك كتير، حتى هو هيبقى بديل يعني، اكيد مش هيبقى اساسي طول الماتشات، هيبقى بديل، بس هيبقى بديل بصراحه، بديل سوبر، وشايف ان هو لاعب جامد جدا جدا، وهيكسر تقريبا الدوري. فيعني ممكن اضمن للزمالك ان هو ينافس على الدوري بقوه جدا جدا الموسم ده. يعني هيكون التلاته بيراميدز والاهلي والزمالك بيكسروا الدوري. خلصت كل اللعيبه تقريبا يعني، تقريبا انا ما قلتش اللعيبه اللي مشيت من الزمالك، بس هو يعني هم مشوا لعيبه صغيره جدا يعني. مشوا مصطفى شلبي مثلا ودوه البنك الاهلي، مشوا من تاني، مشوا لاعبين ثلاثه، وهو تقريبا اهم واحد فيهم مصطفى شلبي، وراح راح البنك الاهلي. وصراحه مش عارف الحلاوه اللي هم عملوها، اللي هم مصطفى شلبي بصراحه كان جناح يستاهل الحرق يعني. الحمد لله ان هم باعوه واستفادوا بفلوسه وجابوا بيه اي حد تاني. لو كان جابوا ملبس بفلوس مصطفى شلبي، بصراحه كان هيبقى استفاد احسن من مصطفى شلبي في النادي. فانا كده خلصت كل الصفقات بتاعت الاهلي والزمالك، وانا على فكره في صفقات تانية في كل النوادي بتاعت الدوري المصري يشتري لاعبين كتير، بس انا قلت الثلاثه الكبار. وانا كده خلصت وقلت كل الصفقات اللي كنت عايز اقولها. وقبل ما تمشي لازم تعمل لايك واشتراك، عشان دي اهم حاجه. بص انا بعمل كل ده عشان اللايك والاشتراك، فلازم تعملهم، دي حاجه مهمه جدا. عايزه اشوف احمد فرحان. السلام عليكم.